طبعا زي ما احنا شايفين كده الخطوط رفيعة جدا. كل ما الخط بتاعها يكون رفيع دي بتبقى نانو مايكرو بليدنج. كان عندنا هنا تاتو قديم بس كان لونه فاتح شوية ولونه مش حلو ومدي على محمر شوية. احنا بقى عملنا هنا نانو مايكرو بليدنج لان هي كانت عايزاه اقرب للطبيعي قوي. عايزين نبص على جمال الرسمة شكلها عامل ازاي بعد ما عملناها، ونشوف قبل كان عامل ازاي وبعد كان عامل ازاي. طبعا زي ما احنا شايفين كده الخطوط رفيعة جدا. كل ما الخط بتاعها يكون رفيع دي بتبقى نانو مايكرو بليدنج. ايه الفرق بين النانو مايكرو بليدنج والمايكرو بليدنج؟ المايكرو بليدنج بيبقى الخط بتاعه تخين شويه وبيبقى فيه مسافه ما بين الشعريه والشعريه اللي احنا بنعملها. اما النانو مايكرو بليدنج بتبقى الخطوط بتاعته رفيعه وبتبقى ضيقه جنب بعض جدا. نلبس لها زي ما احنا شايف كده النضاره دي مكبره شويه عشان اقدر اضيق بيها الخطوط من بعض. ورسمه المايكرو بليدنج في منها رسمتين، في الرسمه اللي هي بتبقى الشعيرات طايره كلها كده، وفي رسمه بتبقى اللي هي ايه التمانيات. انا افضل النانو مايكرو بليدنج بالخطوط الرفيعه يبقى بنفس الشكل كده بالظبط. تبص بس عليه تاني. كله واخد خطوط منتظمه. شكلها طبعا بيبقى احلى بكتير قوي. لو عندك تاتو حواجب قديم، عندك مايكرو بليدنج قديم، وعايزه تعملي نفس الرسمه دي ونفس الشكل، تنورينا في اي وقت.